السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بوصفه جديده وفيديو جديد. ولو انتي اول مره تشوفي قناتنا ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي علامه الجرس وتعملي لايك كتير للفيديو. النهارده بقى يا جماعه هنعمل مع بعض البوريك التركي اللي بيكون محشي لحمه مفرومه. طريقته سهله وبسيطه جدا، بيكون طري وجوسي من جوه ومقرمش وتحفه من بره. تعالوا نشوف مقاديرنا هتبقى ايه ووصفتنا هتمشي ازاي. اول حاجه بجيب نص لحمه مفرومه، ببتدي ان انا اشوحه في الطاسه وحبه زيت من غير اي حاجه. بعد ما بيتشمع وبياخد اللون بنزل عليه ببصلايه متقطعه مكعبات صغيره، بحط ملح وفلفل اسمر وببتدي ان انا اقلب تقليب مستمر. بعد كده بضيف هنا معلقتين كبار معجون الصلصه العاديه بتاعتنا ديت، بنحطه معلقتين كبار. تمام. وبعد كده بقى بسيبها تستوي مع نفسها كده، بغطي عليها واسيبها تشرب البخار بتاعها. وهنا بقى بنيجي بحط في الكوبايه في الكوبايه ديت بحط زيت وبحط نشا. تمام. وببتدي ان انا اقلب بقى كله التقليب دوت مع بعضه. وباجي بقى هنا ببتدي ان انا بقى افرد الجلاش بتاعي، ورق الجلاش بتاعي، وببتدي ان انا ادهن من الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. برص اللحمه المفرومه بالشكل دوت. على فكره ممكن تستبدلي اللحمه المفرومه فراخ مفرومه او فراخ مكعبات زي ما تحبي. وببتدي الف بالشكل ده اهو. بكمل بنفس الطريقه لغايه ما اخلص كميه الجلاش بتاعتي. تمام. طبعا انا بلف كده يا جماعه، انا حاطه 3 ورقات فوق بعض ودهناهم من الخليط اللي عملناه مع بعض، وبحط اللحمه وبلفها بالشكل ده. برصها في الصينيه بتاعتي اهو. اهم حاجه الصينيه اللي هتعملي فيها تكون مستطيله مربعه يعني، بحيث ان لما تيجي تحطي الجلاش يطلع مقاس بعضه ومتساوي. هنا بحط حبه لبن وصفار بيضه، وكمان ببتدي ان انا ادهن الوش علشان اول ما يخش الفرن ياخد اللون الذهبي ويطلع معايا مقرمش. ممكن تضيفي على البيض معلقه خل او كيس فانيليا علشان بس ما يديش ريحه زفاره، لكن انا بحب احط لبن برضو ما بيديش ريحه زفاره خالص. بقطعه كده قبل ما بدخله. تمام. برش على وشه كده رشه السمسم الاسود ده او حبه البركه، وبدخله بقى الفرن. بيطلع معايا بالشكل ده. عايزه اقول لكم يا جماعه ان ريحته تحفه بجد، قلب المطبخ عندي حرفيا. هفتح لكم بقى دلوقتي عشان تشوفوا من جوه هو قد ايه جميل وتحفه. اهو يا جماعه شايفين. عايزه اقول لكم خطير. جربوه يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب.